وكل من يحاول أن يفرق بين عربي وعربي هو منهم. منذ إنشاء هذا الكيان الذي هو عدو، لديه وحدة اسمها الوحدة 8200. الهجمات التي قامت بها إسرائيل وفقا وهو معلن على هذه الأجهزة من الأجهزة الخاصة بالاتصال. دعونا نعود لوحدة كانت تعرف بوحدة 8200. احذروا أيها العرب إن الوحدة 8200 لا تقل خطورة عليكم من الحرب النووية، فهي حرب الجاسوسية المتسللة في كل بيت من خلال التكنولوجيا الحديثة. ما هي الوحدة 8200؟ تعرف أحيانا بوحدة ساينت، وهي إحدى وحدات فيلق الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في دولة الكيان، وتعد من أكبر وأهم الوحدات المتخصصة في جمع الإشارات وفك الشفرات وتنفيذ عمليات الحرب الإلكترونية. تعتبر الذراع التقنية الرئيسية لجهاز أمان، جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للكيان. أنشأ جهاز أمان، وهو أكبر الأجهزة الاستخباراتية التابعة للكيان، قبل نحو 3 عقود قسما متخصصا في التجسس الإلكتروني أطلق عليه اسم الوحدة 8200. تطورت هذه الوحدة لاحقا لتصبح من أبرز أدوات الحرب الاستخباراتية والتقنية لدى الدولة المعادية. تهدف الوحدة 8200 إلى تقديم رؤية استخباراتية شاملة عبر الدمج بين المعلومات التقنية ساينت والمصادر البشرية هيومنت، وتعتمد في عملها على 4 محاور رئيسية: الرصد، التنصت، التصوير، التشويش. وتستخدم في تنفيذ هذه المهام تقنيات متقدمة يطورها مجمع الصناعات العسكرية التابع للكيان بالتعاون مع شركات خاصة، استجابة لطلبات خاصة من قيادة الوحدة. ولأهميتها يتولى قيادة الوحدة ضابط كبير برتبة عميد. وقد ساهم التقدم التكنولوجي الذي حققته الدولة المعادية في تعزيز قدرات الوحدة، خاصة في مجالات التنصت وتحليل الاتصالات، حيث تمتلك أجهزة حوسبة قادرة على معالجة ملايين المكالمات ومليارات الإشارات لتحديد الرسائل ذات القيمة الاستخباراتية. ومن أهم المهام الموكلة إليها: أولا التنصت والرصد. التنصت على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية يعد من المهام المحورية للوحدة 8200. تشمل هذه الوسائل الهواتف الأرضية والمحمولة، أجهزة اللاسلكي، شبكات الاتصال في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعتقد أن تلك المهمة امتدت لبعض الدول العربية ذات الأهمية الاستراتيجية. وتسهل سيطرة سلطات الكيان على البنية التحتية للاتصالات في الأراضي المحتلة وغيرها. هذه المهام استرتبط المقاسم الفلسطينية بشبكة الاتصالات الخاصة بالكيان بيزك، كما أن شركة جوال الفلسطينية تعتمد على خدمات تقنية مقدمة من شركات تابعة للدولة المعادية، إلى جانب اتفاقياتها مع شبكة أورنج داخل الكيان، مما يمكن الوحدة من مراقبة الاتصالات دون جهد كبير. المهمة الثانية هي الحرب الإلكترونية. شاركت الوحدة في تنفيذ عمليات إلكترونية هجومية ضد ما تعتبر الدولة المعادية تهديدات استراتيجية. من أبرز عملياتها تطوير فيروس ستوكسنت في عام 2009 بالتعاون مع أطراف خارجية، والذي استهدف منشآت تخصيب اليورانيوم ضد المشروع النووي الإيراني، مما أدى إلى تعطيل أجهزة الطرد المركزي. كذلك كشفت وثائق أفرج عنها في أرشيف الكيان بمناسبة مرور 40 عاما على حرب أكتوبر 73 أن الوحدة كانت مسؤولة عما يعرف بالوسائل الخاصة، والتي تشمل زرع أجهزة تنصت في مواقع حيوية داخل الدول العربية، وخصوصا تلك التي في حالة عداء مع الدولة المعادية. وفي مارس 2024 كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الوحدة 8200 استخدمت تقنيات التعرف على الوجوه من خلال برنامج كورسايت AI التابع للكيان، بالتوازي مع خدمة صور جوجل لرصد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العدوان الأخير عقب عملية طوفان الأقصى. وبحسب التقرير قامت الوحدة بتحميل قواعد بيانات وجوه إلى الخدمة من أجل تحديد الأفراد. المهمة الثالثة هي الشراكة والتعاون. تعمل الوحدة 8200 بالتنسيق مع وحدة سيرت متكال، وهي وحدة النخبة الخاصة التابعة مباشرة لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الكيان. وتختص هذه الوحدة بتنفيذ عمليات الاغتيال في العالم العربي، إضافة إلى جمع المعلومات
من خلال زرع أجهزة تنصت وتصوير بالتعاون الميداني مع الوحدة 8200. المهمة الرابعة هي التأثير على قطاع التكنولوجيا. تعد الوحدة 8200 من أبرز عوامل الجذب التقنية في الكيان، إذ تتنافس شركات التكنولوجيا هناك على استقطاب من كانوا يعملون بها نظرا لمهاراتهم العالية في البرمجة وتحليل البيانات وأمن المعلومات. كما أسس خريجو هذه الوحدة العشرات من شركات التكنولوجيا الفائقة، بعضها أصبح من رواد الصناعة على مستوى عالمي، ما يدل على العلاقة الوثيقة بين المنظومة الاستخبارية والتقنية في دولة الكيان. إن الفرقة 8200 كما أسلفنا لا تقل خطرا عما تقوم به فرق الجيش، فالحرب التكنولوجية والسيطرة على العقول هي الشغل الشاغل في تلك المرحلة، تحويل شعوب الأمة إلى عبيد لما يلقونه لهم وما يخططون له من توجهات تخدم مصالحهم، كما أن المعلومات التي تستطيع إمدادهم بها يوميا يفوق ما يمدهم به جواسيسهم في عام كامل. انتبهوا أيها العرب.